السلام عليكم، تحية تربوية للجميع. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو خاص بتقييم المربين والمربيات اللي غادي يكون فيه ان شاء الله اللي غادي نتعرفوا عليه على مجموعة من الأسئلة اللي كتحط في هذا التقييم او اغلبية الأسئلة اللي غادي تحط ان شاء الله في هذا التقييم. لذلك ما تنساوش تشتركوا في القناة ودعمونا بزر لايك، وما تنسوناش لصالح الدعاء. بارك الله فيكم، ونبداو بأول سؤال. بالنسبة للسؤال الأول: كيف يمكننا استثمار الخطأ في بناء التعلم؟ بمعنى آخر، كيف يمكننا استخدام الخطأ، يعني استثمار الخطأ في بناء التعلمات أو الاستفادة من هذا الخطأ؟ كيف يمكننا الاستفادة من هذا الخطأ؟ أولا، يجب علينا اعتبار الخطأ شيء عادي وأمر طبيعي وليس شيء يدعو للقلق. يعني نعتبر الخطأ شيء عادي، يعني ما نحاولوش اننا نأنبوا الضمير ديال الطفل ونقول لي علاش خطأتي، يعني نعتبروه يعني امر عادي وايجابي. ثانيا، يجب اعتبار الاخطاء نقطة العملية التعلم، يعني نعتبر الخطأ هو يعني النقطة ديال هذيك العملية. نعطيكم كمثال على ذلك. مثلا في المزرعة مثلا الأطفال ما كيقولوش لك الأسماء ديال الحيوانات، يعني كينطقوهم بشكل صحيح ولا كيقولوهم بالدارجة. يعني كنقول لي مثلا نعم جواب صحيح، ولكن وكتعطيه مثلا كمثال على ذلك، مثلا كيقول لك مش، حنا مثال ديالنا كيقول لك مش، ما كيقولش لك قط. وهذا انك تحاول تصح ليه الخطأ، يعني من الخطأ كتعتبره هي نقطة العملية التعلم. اولا، الاعتراف بحق المتعلم في خطأ، يعني عندك الحق، تقول لي عندك الحق انك تخطأ، يعني كتعطيه الحق انه يخطأ، يعني ماشي مشكل. سؤال موالي: ما هو تعريف المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي؟ يعني يعني سؤال اللي خاصك يعني تكون ضابطه. بالنسبة لهذه المؤسسة، هي مؤسسة غير ربحية تأسست بتاريخ 10 مارس 2008 بمبادرة من المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وبالتعاون مع وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية. السؤال الموالي: من هم شركاء المؤسسة؟ بالنسبة لشركاء المؤسسة نجد وزارة التربية الوطنية، وكذلك نجد وزارة الداخلية ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية. بالنسبة للسؤال الموالي: ما هي أهداف الرؤية البيداغوجية؟ يعني للرؤية ديال المؤسسة، الرؤية البيداغوجية لديها عدة أهداف. أولا، أنها تتمركز حول الطفل وتراعي خصائص نموه وحاجاته النفسية والفكرية والحس الحركية. بالنسبة للهدف الثاني، أنها تهدف إلى تنمية قدرات الطفل وتمتيع الطفل بواحد شخصية سليمة من الناحية النفسية والفكرية والوجدانية. بالنسبة للهدف الثالث، وهي تسعى إلى إعداد الطفل قادر على اندماج والتفاعل في المجتمع، أنها يعني كتقوم لنا بإعداد الطفل قادر على الاندماج في المجتمع. بالنسبة للسؤال الموالي: ما هو المنظور البيداغوجي للمؤسسة؟ يمكن أن نقول ما هو المنظور البيداغوجي للمؤسسة ولا الرؤية البيداغوجية ولا المبادئ الأساسية للرؤية البيداغوجية. تتمركز العملية البيداغوجية حول الطفل وحاجاته، وهذه الرؤية تعتمد اللعب كأداة بيداغوجية. ثانيا، تعتمد بيداغوجية المشروع. ثالثا، اعتماد لغتين. ورابعا، اعتماد مبدأ التدرج. وخامسا، الانفتاح على المحيط الخارجي. السؤال الموالي: لماذا اعتمدت الرؤية البيداغوجية على اللعب كأداة بيداغوجية؟ لكون اللعب كيتعتبر، الجواب هو لكون اللعب كيتعتبر من الحاجيات الأساسية للطفل، واحد المصدر ديال المتعة والارتياح، وكذلك كيشكل لنا أداة لتمرير مختلف التعلمات، وكيمكن لنا الطفل من اكتشاف قدراته ومواهبه. بالنسبة لبيداغوجية المشروع، لماذا اعتمدتها المؤسسة؟ لأنها كتمركز حول الطفل، وكتعتبر الطفل يعني هو محور العملية التعلمية، يعني محور العملية
التعلمية. وهذا يعني بيداغوجية المشروع تعمل على إكساب الطفل الثقة بنفسه وجعله مستقل. نمر إلى السؤال الموالي: ما هي محاور الأساسية للرؤية البيداغوجية؟ للرؤية البيداغوجية 3 محاور. أول محور وهو التفتح، ثاني محور وهو التربية، وثالث محور وهو التعلم. بالنسبة للتفتح يعني الدور ديالها التفتح أنه كيكسب لنا الطفل. بالفرنسية عندنا التفتح هو إيفاي، التربية إيديكاسيون، والتعلم دابرونتيساج. بالنسبة للتفتح يعمل على إكساب الطفل مجموعة من المهارات الإبداعية والفنية. بالنسبة قلنا للتربية أنها تساهم في بناء شخصية متوازنة مشبعة بالقيم الدينية والوطنية. بالنسبة للتعلم يساهم هذا المحور في إكساب الطفل تقنيات القراءة والكتابة والحساب وفك الرموز وإلى غير ذلك. نمر إلى السؤال الموالي: ما هي كفايات الرؤية البيداغوجية للمؤسسة؟ الكفايات تنقسم الكفايات إلى نوعين: الكفايات الممتدة والكفايات النوعية. بالنسبة للكفايات الممتدة أنها كترتبط لنا بالمجالات العامة للطفل. بمعنى شنو؟ بمعنى أن الطفل وكيندمج داخل المجتمع اللي هو التكيف، والتكيف المدرسي والاستقلالية، كيصبح مستقل. أما الكفايات النوعية فهي فقط ترتبط بالمجالات، يعني هناك كفايات للتعبير اللغوي والتواصل، هناك كفايات للتنظيم التفكير، وهناك كفايات إلى مثلا قيم وقواعد العيش المشترك. نمر إلى السؤال الموالي: أعطي تعريفا للتعليم الأولي. التعليم الأولي هو تعليم الذي يتلقاه الطفل قبل التحاقه بالمدرسة الابتدائية، وكذلك يطلق عليه بالتعليم ما قبل المدرسي، وهو عبارة عن حلقة وصل بين المدرسة من جهة والأسرة من جهة أخرى، ويخص الأطفال المتراوح أعمارهم بين 4 إلى 6 سنوات. من أهداف التعليم الأولي، سؤال: ما هي أهداف التعليم الأولي؟ أولا إعداد الطفل للمرحلة الابتدائية. ثانيا فك الارتباط الأسري. ثالثا الاندماج داخل المجموعة أو التكييف الاجتماعي. نمر إلى السؤال الموالي: بالنسبة لأنواع الخطأ، ما هي أنواع الخطأ؟ الخطأ العائد إلى المعرفة، والخطأ العائد إلى المتعلم، والخطأ العائد إلى المربي. سؤال موالي: أعطي بعض حاجيات الطفل، ولا ما هي حاجيات الطفل؟ أولا الحاجيات الفيزيولوجية. الحاجيات الفيزيولوجية مثل النوم والأكل، يعني ضروري كل شيء كتكون عنده يعني كيستافد منها. الحاجيات النوم، الأكل والراحة هما الحاجات الفيزيولوجية. الحاجيات ولا الحاجة إلى اللعب، والحاجة إلى التعبير، الحاجة إلى التعلم، الحاجة إلى الاستقلالية، الحاجة إلى التجريب، الحاجة إلى الاندماج، والحاجة إلى الاكتشاف. هما هذو حاجيات الطفل. ما هي مراحل نمو الطفل؟ من بين مراحل نمو الطفل نجد النمو الحس الحركي، يعني عبارة عن النمو الحس الحركي، وهو عبارة عن مجموعة من التغيرات اللي كتطرأ لنا على سلوك الطفل الحس حركيا، يعني التغيرات في يعني السلوك ديال الطفل حس حركيا. النمو المعرفي أن الطفل يزداد النمو اللغوي ديالو. أما بالنسبة للمرحلة الثالثة النمو العاطفي، أنه يصبح الطفل قادر على فهم حالاته، مختلف حالاته المزاجية. نمر إلى السؤال الموالي: ما هي صعوبات التعلم؟ أعطي تعريفا لصعوبة التعلم. صعوبة التعلم هي المشاكل اللي كيعاني منها الطفل في العدد من المهارات. يعني مثلا عنده كاينه مهارة الكتابة، ولكن لا كان عندك واحد المشكل كتعتبر صعوبة ديال هذيك المهارة. أنواع الصعوبات عند الطفل: ما هي أنواع الصعوبات عند الطفل؟ من بين الصعوبات عند الطفل نجد الصعوبات النمائية والصعوبات الأكاديمية. بالنسبة للصعوبات النمائية فهي تتعلق بالوظائف الدماغية والاضطرابات الوظيفية. هذه الاضطرابات تخص الجهاز العصبي. من بين الصعوبات النمائية
النمائية كنلقاو صعوبة الانتباه، صعوبة الإدراك، صعوبة التفكير، صعوبة الذاكرة وحل المشكلات. أما النوع الثاني من الصعوبات الصعوبات الأكاديمية، ويقصد بها الصعوبات الأداء المدرسي والمعرفي، وهي نتيجة محصلة للصعوبات التعلم النمائية كتشمل لنا القراءة والكتابة والحساب. قلنا إذا كان عندك اضطرابات في الوظائف الدماغية فهذا يعني سيكون له تأثير كبير على الصعوبات الأكاديمية، يعني الطفل ما كيستطيعش أنه يكتب يحسب وإلى غير ذلك. أذكر بعض أسباب هذه الصعوبات ديال التعلم. هناك قلنا الاضطرابات في وظيفة الدماغ، العوامل الوراثية، مثلا شي طفل مثلا ما كيهضرش ولا شي حاجة، يكون هناك عوامل. العوامل البيئية، يعني المحيط اللي كيعيش فيه وإلى غير ذلك. وهناك عوامل ونقص تغذية كذلك تؤثر. نمر إلى السؤال الموالي: كيف يتعامل المربي مع هذه الصعوبات؟ شنو خاص يدير؟ خاصو أنه اختيار واحد الطرق اللي تكون سهلة، طرق التعلم تكون سهلة. ثانيا تنويع الوسائل والأنشطة، يعني طريقة التدريس وإلى غير ذلك نحاول ننوع فيها. اعتماد مبدأ التدرج، نحاول أن نعتمد مبدأ التدرج. وكذلك منح الطفل وقت كافي للإجابة، يعني ما نطبقش تقنيات العصف الذهني. بالنسبة للسؤال الموالي: أعطي تعريفا للمربي. المربي هو فاعل محترف في مجال التربية ما قبل المدرسية، فهو يعمل على تربية الأطفال ورعايتهم رعاية صحيحة وسليمة، وكذلك من الدور ديالو أنه يساهم بشكل كبير في تنمية شخصية الطفل. تعريف بسيط: أنه واحد الفاعل محترف في مجال التربية ما قبل المدرسية. ما هي صفات المربي؟ صفة المربي أن يكون مهتما بتربية الأطفال أول حاجة. ثانيا لديه الرغبة في التعامل مع الأطفال. ثالث حاجة أن يكون اجتماعيا بطبعه من المواصفات كذلك. ورابع حاجة لديه المهارات يدوية، تكون عنده واحد المهارات يدوية في صنع الألعاب وكذلك في صنع يعني الملصقات الخاصة بالمشروع. بالنسبة للسؤال الموالي: ما هي كفاءات المربي؟ أولا القدرة على التواصل مع الأطفال. ثانيا الثقة بالنفس. ثالثا اللياقة البدنية. رابعا روح الفريق والحس الإبداعي، يكون عندك واحد الحس إبداعي كتحاول تبدع شوية. بالنسبة لمهام المربي: إنجاز ملصقات تربوية، يعني كيعطوك القسم يعني فارغ كتحاول تحط الملصقات. تنظيم أركان القسم، كتحاول تنظم أركان القسم. تكييف الأنشطة وفق المهارات الفردية والجماعية. رابعا إعداد الجدد التربوية، هناك أنشطة موازية خاصك تكون يعني واضع لها الجدد التربوية ديالها. استعمال الزمن، إعداد استعمال الزمن، تقدم بوحدك. القدرة على العمل الجماعي من بين المهام المربي. ما هي أدوات عمل المربي؟ أذكر أدوات العمل المربي. أولا التوزيع السنوي. ثانيا التوزيع الشهري. ثالثا استعمال الزمان. رابعا المشروع التربوي. خامسا الجدد التربوية. وسادسا المذكرة اليومية وشبكة التقويم. نحاول أننا نبسط هذه الأدوات. مثلا التوزيع السنوي كيحتوي لنا على توزيع المشاريع التربوية خلال السنة. أما بالنسبة للمشروع التربوي كيحتوي على خطاطة المشروع اللي كتحتوي لنا على مجموعة تلك الخطاطة على مجموعة من الأنشطة. بالنسبة الجدادة التربوية هي واحد الورقة تحدد طبيعة النشاط والغرض من ذلك النشاط والمعينات اللي تعاون المعينات الديداكتيكية، وكذلك الديغولمون اللي هو سيرورة النشاط، وكذلك عدد الحصص والمراحل. نمر إلى السؤال الموالي. نمر إلى داخل القسم، يعني تنظيم الفضاء والزمن في التعليم الأولي. بالنسبة لتنظيم الفضاء كيف يجب أن ينظم المربي الفضاء؟ أولا يتحتم على المربي احترام مجموعة من المبادئ. شنو هي في تنظيم الفضاء؟ شنو هي؟ أولا يعني ينظم الفضاء بكيفية لا تعيق حركة الأطفال. ثانيا
لا بد من إشراك الأطفال في تنظيم القسم وإعداده. يعني نحاول الأطفال يعاونوني، يحطوا معايا القصص، يحطوا يعني كل ركن نخدموا فيه مجموعين. ويعني ملي كيعاونك الطفل يعني كيحس بواحد المسؤولية وعنده واحد الثقة، يعني كتصبح عنده الثقة بالنفس. سؤال موالي: ما هي أهمية الأركان التعليمية؟ بالنسبة للأركان التعليمية لديها أهمية كبيرة، وهي تتجلى في ماذا؟ أولا مراعاة ميول الطفل. كنعرفوا ميول الطفل يعني في كيمشي لنا الطفل، كاين اللي كيمشي لركن الالعاب، كاين اللي كيمشي لركن التجمع، انه يعني كما قلنا انه التعلم الذاتي كيبقى يقول مسؤوليات القسم ولا غير ذلك. ثاني أهمية وهي أهمية هذه الأركان، وهي مساعدة الطفل على اكتساب مهارة التعلم الذاتي، اللي يعني قلناها مسبقا ان الطفل كيمشي ركن التجمع كيبقى يعاود هذاك الشيء اللي كدير معاه انت. كيقدر انه مثلا يمشي لركن الالعاب ويخدم في يعني في العاب لغويه. بالنسبه للاهميه الثانيه تنميه الحركيه الدقيقه والمهارات الحسيه. نمر الى انواع الاركان داخل القسم. هناك نوعين من الاركان، هناك اركان دائمه وهناك أركان مؤقتة. بالنسبة للأركان الدائمة فإنها مجهزة وتستمر في القسم طيلة السنة. أما بالنسبة للأركان المؤقتة مجهزة من أجل تلبية حاجات الطفل. نمر إلى السؤال الموالي: ما هو الاستقبال؟ الاستقبال عبارة عن لحظة هامة كتمثل لنا الفراق المؤقت بين الطفل ووالديه. يجب تخصيص واحد الفترة تواصل مع الأطفال لتسهيل عملية انفصالهم مع الأسرة. وكذلك تعتبر العتبة ولحظة الاندماج الطفل داخل الدراسة، كيعرف راسه أنه يعني جاء يقرأ. قلنا دور الاستقبال أنه يسمح للطفل بالاندماج، وكذلك يسمح له بالتكييف تدريجيا مع البيئة الجديدة أنه دخل القسم. يجب على المربي خلال الاستقبال تلقي الطفل بالابتسامة، وكذلك إلقاء تحية خاصة لكل طفل. يعني كل طفل نحاول نقول له، يعني نهضر معاه باللغة الدارجة اللي هي اللغة الأم، ونقول له مرحبا بك، ونحاول نقول الاسم ديالو. مثلا جا عندك شي وليد مثلا آدم، مرحبا بك آدم، كي صبحتي هادي، يعني نحاول نقول له الاسم ديالو. نمر الآن إلى السؤال الموالي: ما هو تعريف الأنشطة الاعتيادية؟ الأنشطة الاعتيادية هي كل الأنشطة التي تتكرر بشكل عام خلال اليوم، سواء تعلق الأمر بنوع النشاط المكرر أو بطريقة تقديمه. إلى السؤال الموالي: ما هي مميزات العمل بالمجموعات؟ بالنسبة للمربي نجد إمكانية مشاهدة الأطفال على النحو الفردي. كتلاحظ الطفل يعني كل طفل على حدة. ثانيا رصد تطور كل طفل، كتلاحظ التطور كل طفل سواء كان إيجابي أو كان سلبي. تطور يعني يا إما كيتزاد ولا كيهبط، هذا بمعنى التطور. نمر بالنسبة للطفل. أولا تشجيع الأطفال على أخذ الكلمة. كمثال على ذلك كانوا مثلا 4 أطفال ولا 5 في المجموعة، يعني يقدر أن الطفل يعني يأخذ الكلمة، عكس إذا كان مثلا واحد 10 ولا 20 ولا مثلا، يعني عكس إذا كان العدد مرتفع بشكل كبير. وكذلك يشعر الطفل بالاطمئنان، كيحس بالراحة وإلى غير ذلك. نمر إلى كيف أو دور المربي في إنجاح العمل بمجموعات. دور المربي في إنجاح العمل بمجموعات: أولا يجب على المربي أن يحرص على ماذا؟ أن يمر الأطفال بجميع المجموعات العامة، يعني الطفل يمر المجموعة المستقلة، المجموعة الموجهة، المجموعة الحرة. بالنسبة كذلك الحرص على أن تكون المجموعات متنوعة من ناحية القدرات. يعني هذه المجموعة ماشي مثلا نحط في هذه المجموعة أطفال يعني ذوي قدرات عالية، وهذو يعني أطفال آخرين ذوي قدرات يعني اللي قليلة. خاص نحاول نوع بين المجموعات. نمر إلى أنواع المجموعات. هناك ما هي أنواع المجموعات؟ مجموعة مستقلة، مجموعة موجهة، مجموعة حرة. بالنسبة للمجموعة الموجهة كما قلنا في فيديوهات سابقة أن المجموعة الموجهة هي يعني مجموعة ينظمها المربي، ويعني كيكون معها المربي وكيهدف العمل داخل المجموعة إلى إكساب واحد المعلومة جديدة.
أما بالنسبة للمجموعة المستقلة فإنها لا تتطلب تعلمات جديدة، يساعد عليها المربي حيث يكتفي فقط بإعطاء تعليمات قبل الانطلاق. مجموعة حرة قلنا تكون بعد الإنهاء الطفل العملي بمجموعة المستقلة. نمر إلى السؤال الموالي: ما هي أنواع اللعب؟ هناك ألعاب حركية، ألعاب رمزية، ألعاب تربوية، ألعاب تركيبية، ألعاب لغوية. نمر إلى السؤال الموالي: ما هي الإسعافات الأولية؟ الإسعافات الأولية هي الرعاية والعناية الأولية، وهي واحدة الرعاية أولية، والفورية تكون فورية لكي يتلقاها الإنسان نتيجة الإنسان لمعرض إلى واحد الحالة صحية طارئة. ما هي مبادئ الإسعافات الأولية؟ أولا عدم اعتبار الشخص ميتا. ثانيا الاهتمام بالراحة ديال المصاب. ثالثا العناية بحالة قبل نقلها للمستشفى. نمر إلى أهداف الإسعافات الأولية. الأهداف ديالها هي منع الوفاة، كتمنع لنا الوفاة، عدم تدهور حالة المريض إلى دات لي الإسعافات الأولية يعني ما تدهورش الحالة ديالو. نمر إلى السؤال الموالي: من هو المسعف؟ المسعف من هو؟ هو عبارة عن شخص الذي يقدم الإسعافات الأولية شريطة أن يكون مؤهلا أو يكون لديه دراية، يعني يكون عارف شوية على الإسعافات الأولية. سؤال موالي: ما هي أنواع الإصابات الأطفال في المدرسة؟ يعني مجموعة من الإصابات يقدر يتعرض لها الطفل داخل المدرسة، من بينها الجروح، النزيف، الكدمة، الخدوش، كذلك بلع جسم غريب، والكسر يقدر يتهرس، ضربة شمس، وإلى غير ذلك. وهناك لدغات الحشرات.